عبد الله محمود ياسين قاضي أعزب بيبحث عن الحب من الطريق الخاطئ. بيتعرف على مدام شندي ميمي شكيب اللي بتدير منزلها لصفوة المجتمع اللاهي. بيستمعوا للموسيقى وبيرقصوا وبيلعبوا قمار، وكمان بيمارسوا الجنس. وبيرفض عبد الله الجلوس على مائدة القمار حفاظا على مقتضيات وظيفته كقاضي، ولكنه لا يمانع في التعرف على نانا نيلي وممارسة الرذيلة معها. فقد كانت نانا حفيدة العائلة المالكة، فتاة منحلة تحت ادعاء التحرر، ومحرمتش عبد الله من شيء أعطته الفرصة ليمارس الحب معاها في شقتها الفاخرة. ولأن نانا من طبقة كان عبد الله يتطلع إليها فيما مضى، فقد شعر إنه بيحبها، ورغم سلوكها الغير سوي بيعرض عليها الجواز بدعوة الحب، ولكنها بتخبره بأنها لا يحبها بالمعنى المفهوم. فالحب هو العبادة والخضوع الكامل والفناء في الشخص المحبوب، لكنه بيحب نفسه أكتر، وهي بتحب إنها تعيش بحريتها. فهل سيغفر لها إنها لو خانته مثلا بعد الجواز؟ ولم يعجبه هذا الرد لأنه ما لقاش الحب اللي بيدور عليه. انت لازم تفهمي، انا بحبك لدرجة الجنون. طب وايه اللي انت عايز مني؟ انا عايز نتجوز. انت عارف ايه معنى الحب الحقيقي؟ العبادة، الخضوع الكامل. لكن انت في صميمك بتحب نفسك اكتر ما بتحبني. يعني مستعد تغفر لي اي حاجة؟ يعني لو خنتك؟ ايه؟ ازاي اكون بحبك حب حقيقي واقبل انك تخونيني؟ تبقى ما تعرفش الحب. واشتكى لصديقه الممثل المغمور شرف جورج سيدهم من كونه بيحب نانا وما قدرش يتجوزها لسلوكها المخالف للتقاليد، وبيخبره شرف إن حبه لنانا تطلع طبقي وعليه ممارسة الحب مع امرأة من طبقة أقل، حتى يتسنى له نسيان حبه من نانا اللي بتمثل الطبقة الأعلى. فبياخد عبد الله بالنصيحة وبيكلف حاجبه فرغلي توفيق الدقن ليبحث له عن شغالة بتجيله في الفترة المسائية في البيت بعد مغادرة الطباخ صالح الاسكندراني اللي بيعمل بالفترة الصباحية. وحتى يبدو إن غرض شريف طلب منه شغالة متوسطة السن، وبيلجأ فرغلي إلى جارته شهرة نادية لطفي، حيث أن لديها 3 أبناء صغار وجوزها منعم فايق بهجت عامل الدباغة. فقد تم طرده من العمل من 3 شهور بسبب إدمانه للأفيون اللي جعله كالشبح لا أمل فيه. بتقبل شهرة العمل كخادمة مضطرة بعد ما كانت بنت بعجر رئيس النجارين. بينفرد عبد الله بشهرة وبيضغط على احتياجها، بيمارس الحب معاها وبتندم على فعلتها. فهي لأول مرة في حياتها بتمارس الحب مع رجل غير جوزها. كادت أن تمتنع عنه الحضور مرة أخرى لولا حاجة أولادها للطعام وديونها الكثيرة. بيسأل عبد الله إن كانت بتحبه، محاولا أن ينتزع الكلمة منها ظنا أن ممارستها الرذيلة معه تعني حبها له، ولكنها تخبره أن الحب في القلب، فإذا خرج على اللسان يبقى ضحك على الدقون. ويفهم من كلامها إنها ما بتحبوش. بيمارس الحب من أجل الحاجة. بيقرر أن يقلل من راتبها ليرى إن كانت تحضر من أجل الحب أم تبحث عن مكان آخر من أجل المال. بتحضر شهرة مرتدية ملابس أفرنجية وبتضع الأصباغ بوجهها لتنال إعجاب البيت، لكن عبد الله بيرفض هذا الأسلوب. بيسيء معاملتها وبيلومها على فعلتها. بيكتشف إنها سرقت ساعته الغير ثمينة على الإطلاق، وبيعتبر ذلك إهانة له ولهبته كقاضي. فبيسحب صديقه الممثل شرف مرتديا ملابس عسكري بوليس، وبيسحب فرغلي ليدلهم على عنوان شهرة، وبيهجموا على حجرتها المتواضعة والمتكدسة بأبنائها العراية الصغار وزوجها الملكي في جانب من الحجرة. مذهولا لما شاف الوضع وشاف شرف الفقر المضجع اللي بتعيش فيه شهرة وجوزها وأبنائها، فيشعر بمدى تفاهته، فيترك صديقه معلنا عدم اشتراكه بتلك المهزلة
ويجد عبد الله ساعته ويرحل وحده، ولا تجد شهرة أمامها فرصة لكسب البال سوى ممارسة المهنة اللي شغالة فيها مع القاضي، وهي ممارسة الحب مقابل المال. وبيدور عبد الله بالشوارع ليلا بحثا عن الحب، ويكتشف شهرة في عملها الجديد فيدعوها لسيارته، وتهم شهرة بالركوب، ولكنها تكتشف انه الظالم عبد الله فترفض الركوب وتدف في الارض. ويذهب عبد الله صباحا لعمله بالمحكمة ويجد بالقفص عاهرة فيتذكر شهرة وما فعله بها، فيكتب استقالته لوزير العدل معلنا ذلك بقوله انه فشل في تحقيق العدل في شيء يخصه، فكيف يحقق العدل فيما يخص الناس. فيلم قاع المدينة هو من إنتاج 1974. الفيلم بطولة نادية لطفي ومحمود ياسين ونيلي وتوفيق الدقن ومني شكيب وجورج سيدهم. الفيلم من تأليف يوسف إدريس ومن إخراج حسام الدين مصطفى.